بعد لف يوم كامل في معرض زراعي لقينا حاجات عن الزراعه عمري ما كنت اتوقع. تعالوا نشوف لقينا ايه. اول لما دخلت المعرض اتصدمت من كميه الحاجات الغريبه اللي لقيتها. اول حاجه قابلتني لقيت جرار زراعي، بس مش اي جرار، ده اكبر جرار انا شفته في حياتي. ما ضيعتش وقت وقلت اطلع اشوفه من جوه عامل ازاي. ايه ده، الكرسي بيطلع وبينزل بيا، مش متعود على الراحه دي بصراحه. السؤال ليكوا، حد يعرف سعره كام؟ انا حرفيا كنت قد العجله بتاعتي. بعد كده هفاجئكم بالاختراع ده مش صاج، ده بديل الصاج بلاستيك PVC، وفوقيه طبقه من الاس اي مقاومه للشمس ومش بيصدي بعكس الصاج التاني. بجد اختراع. وانا ماشي لقيت الناس ملمومه حوالين تقنيه جديده اسمها الهيدروبونكس، ودي زراعه النباتات في الميه. وللوهله الاولى لو بصيت كده هتقول تقنيه حديثه ازاي؟ ده شويه خس وريحان مزروعين في سفنجه في قلب محلول ميه. هقول لك انت عندك حق، بس تعالى معايا. دي مجرد المرحله الاولى للانبات، وبعدها بتتنقل للزراعه العموديه. وطالما اتكلمنا على الزراعه العموديه، هنا الفراوله مزروعه بالطريقه العموديه بس في تربه، والطريقه دي حلوه جدا في استغلال المساحات الرئيسيه وزياده الانتاج. وقابلني بعدها العربيه دي اللي تعتبر بديل للتروسيكل. كلموني عن مميزاتها، بجد ليها مميزات كتير مختلفه فعلا، بس سعرها 900,000 جنيه تقريبا. السؤال هنا، هل لو انت صاحب مزرعه هل هتشتريها؟ وقابلت صديقي الباشمهندس اسماعيل اللي عنده حرفيا كل انواع شتلات المانجا مطعوم مع صنف سكري مقاوم للملوحه، بجد قيمه مقابل سعر. غير كمان اجهزه الري الحديثه. وطالما اتكلمنا عن الري الحديثه يبقى لازم تشوف الجهاز ده جهاز الرش المحوري، وده النموذج الصغير وشكله فيه الحقيقه على كبير ما شاء الله بجد. وهنا لقيت كل انواع النخيل وختمت اليوم من عندهم ببلح برح. واكتر لحظه اسعدتني بجد ان قابلتكم وتصورت معاكم. المعرض ده عرفني قد ايه الزراعه بتتطور بسرعه. اهلا بيكم في معرض صحارى. كان معاكم الحسين، وده فيديو باللون الاخضر.